النهاردة جايب لكم فيديو هيكون كنز حقيقي لأي حد نفسه يبدأ ويربح من الإنترنت. أنا مش هقولك الطرق التقليدية اللي كل الناس بتتكلم عنها. أنا جاي النهاردة أشارك معاك 4 طرق سرية ومبتكرة لسنة 2025، وصدقني معظم الناس ما همش عارفينها. ممكن تكون الطرق دي فرصتك إنك تبدأ من أوائل الناس وتستفيد منها إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ بأول طريقة. الطريقة الأولى، بيع الخدمات على منصات الذكاء الاصطناعي. دلوقتي يا صديقي في مواقع جديدة بتسمح لك تبيع خدمتك وكأنها شركة كبيرة جدا، ومن غير ما تعمل أي حاجة بنفسك. طب ازاي ده هيكون؟ أنا عايزك تستخدم أدوات ال AI زي تصميم الصور، كتابة المحتوى، ترجمة المواقع، وتعرضها أنت كخدمة مكتملة أو مكملة. وفي 2025 أنا عايزك تتذكر إنه المنصات دي بقت حاجة كويسة جدا، بقت أسرع وأسهل زي تنبند اللي بيعملوا لك مواقع كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي في دقيقة واحدة. انت متخيل؟ انت ممكن تبني موقع للعميل وتاخد منه فلوس في نفس اليوم، مش هتستنى عليه شهر واثنين وثلاثة واربعة. في نفس اليوم وفي نفس الثانية وفي نفس الدقيقة تعمل فيها الخدمة، تقبض فلوسك على طول، وكأنك شغال عند شخص معين بتشتغل الشغلانة وتقبض له. قبل ما اكمل معاكم بقى بالثلاث طرق، حابب اقول لكم انه اي شخص بيكو حابب يتعرف على المواقع اللي احنا هنذكرها بالفيديو هنكمل لسه، او يتعرف على فكرة طريقة معينة للربح من الانترنت، كل ما عليه هو انه يكتب في الكومنتات، وانا ان شاء الله انت كمل معايا الفيديو الاخر وشوف الطريقه اللي تعجبك، وانا ان شاء الله هديك الروابط اللي انت تكلمني بيها وازاي تفعل منها فلوس وتجيب منها فلوس. انا بحاول اختصر بالفيديو عشانك، وانت اكتب لي تعليق، وانا في اقل من 3 أو 4 ساعات هكون رد عليك ان شاء الله بالموقع بكل شيء. بس انت قول لي سؤالك وانا ان شاء الله اجاوبك عليه. الطريقة التانية وهي الاستثمار في الدومينات الجديدة، ال AI أو الود 3. الود 3 الدومينات لها علاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بقت مطلوبة جدا جدا جدا. انت تشتري اسم ناطق ومميز ورخيص دلوقتي وتبيعه بعد شهور او سنين بأضعاف الثمن. انت مثلا ناس اشترت دومينات فيها كلها كلمة شات جي بي تي او كلمة غير شات جي بي تي مثلا ب10 دولار، وبعد شوية وبعد اعوام وسنين وكده هتبيعها بآلاف الدولارات. اسمعوا الطريقة الرابعة والله هتعجبكم. اما الطريقة الثالثة البرومستيز. البرومستيز ده يعني التعليمات بالانجليزي، ده يعتبر برنامج زي الذكاء الاصطناعي او شات جي بي تي او جومي او غيره، علشان انت كشخص تقدر تطلع نتائج احترافية في مواقع كتير زي بروفيشن، بتخليك انت كشخص بتبيع البروميد الواحد ب5 دولار واكتر، كمان بتطلعه بروفيشنال. جميل جدا، ممتاز جدا. طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي الموضوع ممكن يكون مصدر دخل ثابت جدا ومستمر، واللي مش هيعرف هيندم وهيكون عنده شوية تصاعبات. فانت تابع منصة رمز الفكرة علشان تقدر تنجح بإذن الله. شوف بقى الطريقة الرابعة، اقسم بالله اقسم بالله انت هتنبهر منها، وانت والله 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 هتحبها وهتكتب لي دلوقتي في الكومنتات. اسمع بقى الفكرة رقم 4 وهي صناعة الفيديوهات ال AI وبيعها. الفيديوهات القصيرة الشورتز، دلوقتي في مواقع بتعمل لك فيديوهات وصوت وصورة من خلال دقايق بس، واولها شات جي بي تي وجومي. طبعا شات جي بي تي فيديوز بيعمل لك حاجة كويسة جدا، وجومي نفس الحكاية. صدقني الفكرة دي هي اللي هتعجبكم. انت ممكن ما تعملش محتوى بالفيديوهات اللي تنشئها، بس تعمل فيديوهات لصناع محتوى غيرك. يعني انت مثلا تكتب منشور وتقول يوجد خدمة تصميم فيديو اللي يناسبك اللي انت عايزه، انت بعت لي السكريبت وخلاص وانا هصممه لك من الالف للياء، وانت بقى تحمله عندك على القناة، فيديو كبير فيديو شورت زي ما انت عايز. وانت حسب مدة الفيديو حسب تعبك في التصميم ممكن تبيعه ب5 ب10 ب20 ب30 ب100 دولار، مفيش مشكلة. وانت ممكن تعمل فيديوهات اعلانية للشركات او فيديوهات ترفيهية للتيك توك واليوتيوب وتبيعها.
الطلب على النوع ده من المحتوى هيزيد مع الوقت، وفي 2025 ده بدأ، خصوصا الشركات الناشئة واللي عايزة محتوى يكون رخيص وسريع بنفس الوقت. ودي كانت الأربع طرق السريعة والسرية ل 2025. الطرق دي لسه جديدة وفرصتها دلوقتي أكبر من أي وقت فات. اختار واحدة وابدأ بيها دلوقتي، أقوى من أي وقت فات. ليه؟ أو الجملة اللي احنا قلناها ديت يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنا أول شخص في المنطقة فتحت وليكن مخبز. المخبز ده أنا هاجي مثلا وأقول له أنت من إمتى فاتح؟ هيقول لي أنا من 1999. ده كان أول مخبز يفتح عندنا في المنطقة. تمام كده؟ أنا مثلا فتحت مخبز النهارده وده كان فاتح من 1999، هيفضل هو الأقدم وهيفضل الحركة عليه عالية، لأن الناس من 1999 بيشتروا منه وبيجيبوا منه اللي هم عايزينه. المتحف ده نفس الحكاية، المحل ده نفس الحكاية، الشوبينج ده نفس الحكاية، انا اروح اعمل شوبينج في اي مكان نفس الحكاية. فيعني حابة اقول لك انت هتكون في الفكرة دي طلعت جديد وانت اول واحد، اول شخص بدأت بيها. يعني في اشخاص بدأوا غيرك بس انت اول شخص، خلينا نقول من العربيين او المعروفين هيكونوا بدأت بالفكرة دي. فانت هتكتسب زباين بالبداية، هتكتسب زباين بالبداية، هتكتسب اشخاص واعضاء وحاجات كتير جدا. فحابة اقول لك ابدأ بالفكرة دي وانا معاك للنهاية، انا معاك لغاية ما تدخل اول دولار من اول مشروع او من اول طريقة ربح من الانترنت. انا ابراهيم شفيق، ودي منصة رمز الفكرة، المنصة اللي بتجمع بين ابداع تطوير الذات النجاح المالي. رمز الفكرة فكر بذكاء علشان تقدر تربح بجدارة. رمز الفكرة بيقول لك انضم إلينا واكتشف فكرة وكن جزءا من عائلة رمز الفكرة. بالمعنى العام يعني عايزك تشترك. ربنا يوفقك.